هتخرج وتتفسح فين في العيد في مصر؟ العيد فرحة مصر فيها اماكن كتير للخروج وبالذات في العيد اللي دايما بيرتبط باماكن معينه زي الحدائق والمتنزهات، واهمهم طبعا القناطر الخيريه بالاتوبيس النهري والاهرامات، واللي كلهم بيعتبروا اماكن خروج بتكلفه معقوله على الاقل لحد دلوقتي، عشان طبعا المولات هي كمان بقت جزء من اماكن الخروج الحديثه في العيد. هنشوف الاوبن اير مول، احدث مول في مدينتي تقدر تدخله حتى لو مش ساكن هناك، ومجموعه تانية من اماكن الخروج هناك. والقناطر الخيريه تكلفه الفرد في الاتوبيس النهري بتكون 50 جنيه ذهاب وعوده، بجانب طبعا اي مصاريف هتتصرف هناك. وهناك بتقدر تعمل انشطه كتير زي الاستمتاع بالنيل والحدائق والمتنزهات وركوب الخيل، وتقدر كمان تروح منطقه الشلالات وتمشي هناك على المياه. الاهرامات تذكره الدخول ب 60 جنيه و30 جنيه للطلبه، وهناك هتستمتع بجمال وروعه الاهرامات والاثار المصريه، وكمان تقدر تاخد معاك كل احتياجاتك لان الاسعار هناك غاليه. اما الاوبن اير مول فهو زي اي مول دخوله من غير رسوم، وهناك في مطاعم وكافيهات كتير ومنطقه العاب كامله وسينما وفود كورت كمان لو احتجت تاكل حاجه. النهارده عايزكم تربطوا الاحزمه علشان هاخدكم بآلة الزمن ونرجع شويه للذكريات القديمه، رحلات الجامعات ورحلات المدارس، رحلات الاعياد او شم النسيم. النهارده ان شاء الله هناخد المركب بالكامل ونوريكم ايه اللي تعملوه لما تيجوا هنا لحد ما نوصل للقناطر، وتعملوا ايه هناك كمان. ثمن التذكره 50 جنيه بتشمل الذهاب والعوده. الطريق بياخد ساعتين رايح وساعتين جاي، فعدد ساعات كويس جدا تقضيهم في النيل وتستمتع هنا بالمناظر والجمال والهواء الطبيعي دوت. طبعا لو جيت هنا وحابب تفطر قدامك محل الشبراوي اللي موجود ورايا دوت، تاخد فطارك ممكن تفطر جوه المركبه او وانت قاعد على الكورنيش وانت مستنيها ان هي تتحرك يعني. هنا في الاتوبيس النهري عندك 3 اماكن تقعد فيهم. الدور الاول هتلاقي فيه الكراسي ديت وبيكون عندك شبابيك بتبص على النيل، والدور الثاني واللي اغلب الناس بيقعدوا فيه بيكون مفتوح على النيل، والمقدمه واللي هتشوف منها افضل فيو للرحله. ومجرد ما تتحرك في النيل هتحس انك انفصلت عن العالم، هتبدا تستمتع بحركه الاتوبيس في الميه وجمال وروعه النيل. طول مسار الرحله هتتفرج على الجمال والروعه دي، وهتعدي على معالم كتير جدا. اللي قدامنا ده قصر محمد علي، واللي قدامنا ديت محطه كهرباء ضخمه، محطه كهرباء شبرا الخيمه، واللي بتعتبر البدايه الحقيقيه لتاريخ انتاج الكهرباء في مصر من وقت افتتاحها سنه 82، واللي بتمثل 4% من انتاج الكهرباء في مصر، وهي محطه بخاريه علشان كده جنب النيل. المداخن الضخمه دي مسؤوله عن تصريف ناتج حرق الوقود على ارتفاع كبير، الوقود اللي بيسخن الميه اللي جايه من النيل علشان تتسخن في غلايات ضخمه ويخرج البخار يدفع المولدات علشان تولد الكهرباء. طول المسار هتقدر تتفرج على البيوت الجميله ديت والصيادين والطيور والبط اللي بيطير. الناس على الاتوبيس هنا ودوده جدا، اي حاجه هتحتاجها هتلاقيها. ده كده دي تعتبر جهاز الضمان بتاع المركب، الدفه الطويله بتاعتها دي اللي بتحرك المركب يمين وشمال. السدايه اتغيرت زمان اللي هي الثانيه طبعا منابير السرعه والحراره والزيت ودي طبعا البتاع بتاع التركيب بتاع الجاز بتاع التزويد تزويد البنزين السولار وتقلله جاز، والستوب بتاعها دي حاجه بتقلل او بتسرع. بتاع الديل رفع وزنجير الديل، لو في اي حاجه ملوث عليه ولا حاجه تدوس على زرار من دول ترفع وتنزل. ده بوصله طبعا ولا الرحله فعلا محتاجه يتعمل لها دعايه والدوله تهتم بيها زي ما بتهتم بالمشروعات الجديده. الرحله محتاجه يكون فيها مرشد يمد الناس بمعلومات وتاريخ عن كل معلم بتعدي عليه، ساعتها هتكون ممتعه جدا وكمان مفيده. في الوقت ده افتكرت فيلم الايدي الناعمه لما كان بيشرح للناس المعالم، ومش عارف هل ده كان بيحصل زمان ولا في الفيلم بس. واذا سمحتم ايضا نظره الى الوراء لتشاهدوا برج القاهره، اعلى بناء حديث في العاصمه. وسندعوكم في العودة لتتناولوا وجبة الغداء في مطعمه الدائر، وبذلك تتمكنون من الاستمتاع بمنظر لا ينسى. زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط، النقطة اللي ورايا ديت هي أهم نقطة في دلتا نهر النيل، المكان اللي بيبدأ ينقسم فيه الفرعين بتوع نهر النيل، سواء فرع دمياط أو فرع رشيد، عشان بعد كده يشكلوا الدلتا الضخمة بكل البلاد والقرى اللي موجودة فيها، من خلال طبعا ترع كتيرة جدا بتنقسم او بتخرج من الفرعين دول وتبدا تتفرع وتروح كل البلاد او القرى اللي احنا نعرفها وموجوده في وجه بحري. زي ما حضراتكم شايفين هناك كده تبدا تشوف بدايه القناطر من الفرع بتاع دمياط، وهنا برضو طبعا الجزء بتاع القناطر في الفرع بتاع رشيد.
المفترض حاليا ان احنا نزلنا خلاص من الاتوبيس النهري، وحاليا رايحين نصلي جمعه، وبعد كده نبدا نشوف هنركب كاريتا ولا نلف في الاماكن اللي موجوده هنا في القناطر الخيريه. عليه وسلم ويقول: وهذا سيدنا عثمان. يعني ايه قناطر؟ القناطر هي مجموعه البوابات اللي قدام حضراتكم ديت، قنطره جنب قنطره بتكون في الاخر القناطر اللي بتشوفوها ديت، واللي بيكون فيها كوبري بيسمح للمشاة والعربيات ان هم يعدوا عادي. القناطر في الاساس هي مجموعه بوابات بتسمح لك ان انت تتحكم في الميه، بحيث ان انت تحجزها في وقت معين وتبدا تفتحها في وقت تاني وتوجهها منين ما انت حابب. طبعا مشروع زي القناطر واللي اتعمل في عهد محمد علي وكمل بعد كده في عهد ابنه كان مهم جدا، لانه طبعا بسببه قدرت تتحكم في جزء كبير جدا من الميه اللي كانت بتهدر، وقدرت طبعا انت توجهها لمناطق معينه عشان تستخدمها في الزراعه. اللي قدامكم دوت الهويس، والهويس لو انتم ما تعرفوش هو تقنيه قديمه موجوده في مصر من زمان، بتستخدم علشان تعدي السفينه من منطقه بتكون فيها منسوب الميه اقل لمنطقه ثانيه بيكون منسوب الميه فيها اعلى، او العكس. ده بيحصل ليه؟ نتيجه طبعا ان احنا موجودين في مكان هو فيه قناطر اصلا بتتحجز الميه في مكان فبتبقى اعلى من المكان الثاني. هنا بقى بيجي دور الهويس، واللي بيعمل موازنه للميه عن طريق وجود بوابات ومكان مغلق بتدخله السفينه، وبعد كده بيتم موازنه الميه للمستوى اللي داخله السفينه سواء كان اقل او اعلى، وبعد كده بيتم فتح البوابات للاتجاه اللي السفينه هتبدا تمشي فيه علشان تبدا تتحرك في نفس المنسوب. زي ما حضراتكم شايفين لو المنسوب هنا كان اعلى من هناك، اللي بيتم طبعا ان البوابات دي بتتقفل بعد ما بتخش السفينه وتبدا تقف هنا، وبعد كده بتبدا الميه مثلا تقل، بياخدوا منها جزء علشان تبدا المنسوب بتاع الميه ينزل للمستوى اللي السفينه هتبدا تخش عليه، وتبدا السفينه تخش للاتجاه اللي هي رايحه له بنفس منسوب الميه علشان ما يحصلش اي مشاكل. وزي ما حضراتكم شايفين هنا فوق الهويس هتشوفوا الكوبري دوت طبعا بيتفتح وبيتحرك باجزاء الميكانيكيه اللي هناك ديت علشان السفينه طبعا لو فيها اي ارتفاعات تعدي بمنتهى السهوله. وزي ما حضراتكم شايفين التروس دي كلها والجزء دوت اللي منه بيقدروا يفتحوا ويقفلوا البوابات بتاعه الهويس. طبعا ما تحاولش تعمل اي حاجه من اللي انا بعملها ديت، لان ممكن جزء من الاجزاء ديت يكون متهالك تقع في الميه او حاجه. زي ما حضراتكم شايفين ده الجزء اللي قلنا لحضراتكم عليه، الكوبري اللي بيتحرك علشان يعدي اي سفينه تكون مرتفعه او حاجه، من خلال التروس دي كلها بتبدا تلف علشان الكوبري يرتفع وتبدا تعدي المركب للاتجاه بتاعها. وانت موجود على الكباري اللي بتبقى موجوده هنا في القناطر هتشوف القضبان اللي جنبنا ديت. ايه وظيفه القضبان ديت؟ وايه وظيفه العربيه اللي هناك اللي شبه عربيه القطر؟ القضبان دي طبعا والعربيه ديت مفروض ان متوصل فيها الجنازير، وهي بتتحرك بشكل يدوي من خلال العمال علشان تبدا الجنازير ديت تفتح او تقفل البوابات اللي تحت، وبالتالي يتم التحكم في الميه سواء ان هي يتم حبسها او ان هي تتحرك للترع او الاماكن اللي هي رايحاها. بقالي كتير فعلا ما جيتش القناطر، يمكن اخر ذكرياتي عنها مجرد افتكرها بصعوبه لاني كنت طفل وقتها، لكن فعلا ما تخيلتش ان المكان مبهر بالشكل الجميل ده، سواء الناحيه التاريخيه او سواء التجديدات اللي تمت هنا في المكان. دي اول مره ليا نركب حنطور، مش بس اركبه لا اسوقه كمان. شيء هنا ده بقى كوبري الشلال، ده كوبري الشلال ده اللي عامله الملك فاروق، اما التاني ده اللي عامله محمد علي. التاني ده شغال يدوي بالايد، اللي زمان ما كانش فيه كهرباء كانوا بيستعملوا يدوي، اما ده شغال بالكهرباء. ده اللي حاجز الفدان بتاع الميه. هنا الميه عاليه، هنا الميه واطيه، مرتين هنا الميه عشان سجن النسا في وشك كده. تمام. بص بقى هنا ده اسفلت، ده اسفلت ثابت، ده اسفلت متحرك. المتحرك ده تمد تدوس على الزرار تبدا تلف. ايوه في الحته الفاضيه دي دوس على الزر يفتح البوابات ديت. لو السفينه نازله يفتحوا البوابات تنزل، السفينه طالعه يفتحوا البوابات تطلع من غير اي حاجه تضايقها. الكوبري ده شغال بالكهرباء، يعني الهويس ده شغال عادي، كل حاجه شغاله. يعني لما بيخش المركب تبدا ترتفع وبعد كده تدخل كله شغال عادي. انا بقول لك هو ده اسفلت متحرك، ده اسفلت ثابت. المتحرك ده لمده تدوس على الزر بيلف اليمه الثانيه، دوس على الزر بيفتحوا البوابات، السفينه بتعدي من غير اي حاجه تضايقها. ديت حاجه بالكهرباء.
اللي ورانا ديت اقدم واكبر شجره موجوده هنا في القناطر، واللي اسمها ام الشعور. بتنمو بشكل غريب، بتبدا تكبر من تحت لفوق وبعد كده تنزل بالفروع تاني علشان تكون شجره جديده. المبنى اللي ورانا واللي قدام حضراتكم دوت كان بيسمى المجلده، كان ايام الاحتلال الانجليزي، كان طبعا بيتم جلد المجرمين في دور وبيتم سجنهم في دور تاني. هنا في القناطر هتلاقي حدائق كتير تم تطويرها في الفترة الأخيرة، وبيكون دخولهم بتذاكر، بيكون فيهم كافيهات وقعدات وألعاب، وكمان هنا في القناطر هتلاقي كافيهات ونوادي على النيل. تعالى اوريك مكان ببلاش موجود هنا في القناطر اكتشفته تقدر تيجي وتقعد فيه. في الفتره الاخيره بعد التطويرات اللي حصلت اغلب الحدائق او الجناين اللي هنا اتقفلت باسوار، والتذكره بقت ب 20 25 او ب 30. طبعا هي مش ارقام ضخمه، بس في مكان تاني احلى انا اكتشفته موجود هنا مفتوح، تقدر ان انت تخش بمنتهى السهوله وتقعد هنا على النيل مباشر. المكان زي ما حضراتكم شايفين انا شايف انه مفتوح، مفيش حد واقف عليه، تقدر تنزل وتقعد هنا لو معاك اي حاجه تحطها وتبدا تقعد. المكان طبعا على النيل مباشر. الجزء اللي قدامه هنا تحس ان هو شاطئ زي الشواطئ بتاعه البحر بالظبط. الجزء طبعا اللي موجود في النيل هنا هو جزء كبير وواسع، القعده قدامه والفيو جميله جدا، ومن هنا تقدر تشوف الكوبري المشهور بتاع القناطر. المكان زي ما حضراتكم شايفين واسع جدا، السلالم بتاعته والمدخل هناك في اماكن كتير تبدا تقعد فيها وتبدا تتفرج على الفيو الجميل ده، وتبدا كمان تستمتع بمنظر الصيادين وهم بيرموا الشبك وهم بيصطادوا قدامك هنا على طول. المكان موجود جنب المرسى بتاع الاتوبيس النهري. لو انت جايب الاتوبيس النهري او لو مش جاي تقدر تسال فين مرسى الاتوبيس النهري، هتلاقي المكان اللي احنا موجودين فيه دوت موجود هنا، وشاطئ النيل جنبك هو تقدر تستمتع بيه. الحلقة اللي جاية إن شاء الله هيكون فيها الشلالات، وده واحد من أحلى الأماكن اللي شفتها في مصر في الفترة الأخيرة. مكان تقدر منه إنك تعدي النيل برجلك من غير ما تغرق. كمان هندخل بيوت جميلة جدا على النيل لكن مهجورة، وهنعرف ليه بقت مهجورة كده. للاسف الوقت عدى بسرعه، الوقت هنا اللي بيسمح لك بيه لحد ما المركب او الاتوبيس النهري بيبدا يتحرك هو لحد الساعه 3. هم وصلوا هنا على الساعه 12 وكسور، فكل اللي بيكون معاك هم 3 ساعات بس اللي تقدر تلف فيهم او تقعد فيهم تتفسح في اي مكان موجود هنا. كمان لما انت تيجي رحله بالاتوبيس النهري ما بتبقاش محتاج ان انت تاجر مركب هنا في القناطر، ان انت كده كده اصلا جاي ورايح في النيل، فمش هتحتاج ان انت تاجر اي مركب. هنا ومن قدام اهرامات الجيزه، واحده من عجائب الدنيا السبع القديمه اللي موجوده لحد دلوقتي، اللي اتبنت من اكتر من 3000 سنه واللي لسه موجوده لحد الان. احنا النهارده في الاهرامات، واكبرهم طبعا هرم خوفو اللي هناك خالص، واللي اتبنى بارتفاع 146 متر، واللي قعد اكتر من 3000 سنه. هو اطول مبنى موجود على سطح الارض. الطول ده مش فاضل منه حاليا غير 138 متر بعوامل التآكل طبعا، مع 2 مليون و300 الف حجر بيوزنوا اطنان مهوله. بيقف قدامنا الهرم شاهد على حضاره بلد من اعرق واقدم الحضارات في العالم. اهلا بيكم في اول رحلاتنا للسفر عبر الزمن واستكشاف التاريخ. المصريين اتعودوا على الدفن في مصاطب، منها ان هي بتكون عظه للاحياء وفي نفس الوقت بتحفظ اجساد الاموات. المصطبه ديت مع الوقت تطورت ووصلت للشكل الهرمي زي هرم زوسر المدرج، واللي ان شاء الله هيكون لنا عنه حلقه كامله ان شاء الله بكل حاجه موجوده هناك. وبعد كده طبعا وصلنا للاهرامات اللي قدامنا، بدايه من هرم خوفو وبعد كده شويه عصور من الاضمحلال لحد ما وصلنا للاهرامات الصغيره خالص اللي موجوده هنا في المكان. اللي موجود جوه الاهرامات من الداخل تجربه استكشافيه كنت عايز اعيشها من فتره كبيره جدا، بس النهارده اللي ساعدنا عليها ان احنا هنصورها وننقلها لحضراتكم ان شاء الله. بعض الحجرات داخل الهرم مسموح ان انت تدخلها، اللي هي حجره دفن الملك خوفو، ودي اللي هنخش نشوفها ان شاء الله،
ونشوف الطريق والوصول ليها عامل ازاي. لكن في حجرات تانية ممنوع على اي حد يدخلها غير طبعا العلماء او الانشطه الاستكشافيه المختلفه اللي بتكون تبع الدوله. اول حاجه طبعا هنعملها هو ان احنا هندخل الهرم الاكبر. دخول الهرم الاكبر تجربه كنت مستني من فتره كبيره جدا اني اقوم بيها. النهارده ان شاء الله هندخل جوه ونستكشف ايه اللي موجود من الداخل وحضراتكم معانا باذن الله. الطلوع طبعا بيكون من خلال الطابور اللي ظهر قدام حضراتكم دوت لحد ما بنوصل للفتحه ديت، ودي الفتحه اللي اتعملت في فتره من الفترات عشان استكشاف الكنوز بتاعه الاهرامات. اما البوابه الرئيسيه مفترض ان هي فوق طبعا خاصه بالهرم، لكن الفتحه دي هي اللي حاليا شغاله واللي هنقدر نخش منها لما نقف في الطابور دوت. للاسف طبعا زي ما حضراتكم شايفين الطابور طويل جدا. اغلب الوقت بنحاول لما نصور حاجه لحضراتكم ان يكون المكان فاضي عشان نعرف ننقلها ليكم براحتنا، لكن تصادف الايام دي طبعا المؤتمر بتاع المناخ اللي موجود في شرم الشيخ، وان في رؤساء كتير جدا ومسؤولين من كل الدول وناس كتير جدا طبعا موجوده هنا في مصر، فطبيعي يكونوا موجودين هنا في الاهرامات. دلوقتي هتلاقيها شغاله بس جوه مش موجوده. هنا طبعا بنبدا ندخل اول جزء في الاهرامات. الجزء ده طبعا تم حفره في فتره قريبه كمحاوله ان هم يستكشفوا الكنوز بتاعه الاهرامات. Up there, about second room for the king, about 50 meters. Watch your head, slowly, easy. The telephone okay for the open side, all right? طبعا احنا حاليا في اسوأ حته بالنسبه لي لان انا طويل، فطبيعي الجزء دوت هو اللي كان عامل لي قلق من ان انا اجي اصلا ايه المكان. هنبدا نطلع اصعب جزء للاسف. اصعب جزء في الطلوع للاسف. اوكي. الممرات دي طبعا المفترض ان كانت بتستخدم في حاجات معينه. الممر ده كان بيستخدم بشكل دفاعي ضد اي لصوص بيحاولوا يخترقوا الاهرامات. الاكسجين للاسف قليل جدا جدا. الواحد حاسس نفسه من المستكشفين اللي كانوا بيستكشفوا الاهرامات في الافلام الاجنبيه زمان. بعد ما عديت الممر القصير بنوصل هنا للمطلع ده واللي بيعتبر اريح شويه في الصعود، لكن مشكله قله الاكسجين بتبدا تظهر هنا، وكمان درجات الصعود الكتيره والارتفاع اللي كل شويه بيزيد. بعد ما بنوصل لآخر السلم ده بيقابلنا الممر ده. هو مش طويل زي الممر اللي كان في الأول، لكن بيدخلنا مباشرة على غرفة الملك خوفو. وهنا في نص الممر، الجزء ده في وسط الممر بيعتبر مرتفع عشان بيكون فيه أحجار ضخمة من خلال المجرى اللي قدامنا دوت عشان تحمي غرفة الملك. أخيرا وصلنا غرفة الملك خوفو، الغرفة اللي كلها قطع جرانيت ضخمة مقطوعة بشكل دقيق جدا لدرجة ان القطع متلاصقة في بعضها، ولو حاولت انك تدخل ما بينهم ورقة مش هتعرف. الغرفة ما فيهاش غير التابوت ده واللي كان فيه جسد الملك خوفو، ما فيش حاجة تاني في الغرفة. الهرم من الداخل درجة حرارته دايما 20 درجة سواء في الصيف او الشتاء. الغرفة جميلة لكن الاكسجين فيها قليل جدا. السلام عليكم، ازيكم، الاخبار، عاملين ايه؟ النهارده جولتنا هتكون من اوبن اير مول، اشهر مولات الشرق الاوسط اللي تم افتتاحها في الفتره الاخيره. المول على مساحه 92,000 متر مربع. بنتكلم عن فود كورت ومطاعم وكافيهات طبعا موجوده على مناطق مفتوحه زي كده. من اسم طبعا المول طبيعي ان يبقى اغلب المطاعم والكافيهات على مناطق مفتوحه زي اللي ظاهره ورايا.
المول كمان بيضم مجمع سينمات، وفي ترام داخلي بيمشي على سكك حديديه هنا بيلف المول كله بالكامل. اوبن اير مول أحدث مول انضم لمجموعة المولات الضخمة اللي موجودة في مصر، وأصبح أيقونة للتسوق والترفيه في مصر والشرق الأوسط. المول بيحظى بتصميم عصري وجذاب. المول موجود في قلب مدينتي، المدينة الضخمة اللي موجودة على طريق السويس، واللي بتعتبر أقرب مدينة كبيرة للعاصمة الإدارية الجديدة. المول على مساحة 92,000 متر، 92,000 متر من المساحات الخضراء والمسطحات المائية. المول بيتكون من 8 مباني بتحتوي على كل الأنشطة اللي هتحتاجها، ومنهم مجمع سينمات بيحتوي على 9 شاشات عرض، ومجمع للبنوك، ومبنى ملاهي حديثة للأطفال رائع من الداخل ومبهر جدا. هتحس شوية كأنك في لاس فيغاس شوية أو ميامي. بعض الألعاب سعرها بيتراوح ما بين 20 وال 40 جنيه، بتشتري كارت ب 15 جنيه وبتشحنه وبيكون صالح لمدة سنة، وفي باقة شحن ب 200 جنيه ودي بتديك رصيد 230 جنيه، وباقة ب 500 بتديك رصيد ب 625 جنيه. ومنطقة ألعاب ماي تاون الساعتين ب 150 جنيه أو يوم كامل ب 200 جنيه، ودي أسعار الألعاب داخل مدينة الملاهي. لو معاك أطفال هيتبسطوا من التنوع ومستوى الإبهار اللي بتقدمه. طبعا منطقة الألعاب منطقة مكيفة ومغلقة. المول كمان فيه براندات عالمية للملابس والأزياء، ومبنى الفود كورت بتصميمه المميز الرائع، منطقة الطعام بالطبع مكيفة وتصميمها جميل جدا، وفيها مجموعة كبيرة من المطاعم المشهورة، وما تنساش تتصور مع النافورة دي. المكان بيميزه انه لسه فاضي ومفيش زحمة كتير ولا دوشة، طبعا الكلام ده خارج أوقات الأعياد. طبعا الجو حر شويه، بس يعني معلش هو التوقيت اللي انا جيت فيه كده. المول باختصار زي اي مول تاني عادي، كل الخدمات اللي موجوده في اي مول تاني هتلاقي هنا زياده، بس ان مساحات المائيه اللي حوالين المطاعم والكافيهات زياده شويه، لكن زي اي مول هتلاقي فود كورت، هتلاقي مناطق تشتري منها لبس، هتلاقي مجمع بنوك، هتلاقي حاجات كتيره جدا اللي موجوده في اي مول. بالطبع بالليل اكيد الجو بيكون مختلف، عشان كده هنحاول نعمل زياره ثانيه بالليل نشوف الدنيا فيها ايه. المول كمان في مجموعه من المطاعم والكافيهات الموجوده في المنطقه الخارجيه وسط المسطحات الخضراء الجميله وبحيرات المياه والنوافير اللي هتحسسك انك في منطقه ساحليه. المباني دي كلها بيربطها ترام بيمشي على قضبان بيلف المول بالكامل، قيمه تذكرته 10 جنيه. الدخول للمول مجاني، هتقدر تقضي فيه وقت رائع جدا وهتستمتع بكل الانشطه من المشي وسط المسطحات الخضراء والمياه والنوافير. ولو حبيت تدخل السينما او تاكل حاجه او تقعد على كافيه بفيو رائع زي ده، التجربه في المجمل كويسه، لكن هو مول ممكن تروحه من باب التغيير، بيختلف عن باقي المولات في توزيع المباني حوالين المسطحات والبحيرات. فالمول بيعتبر رائع ومبهر جدا لو عندك الامكانيه ان انت تروحه. بنتكلم عن المساحات الخضراء هنا في مدينتي، المساحات الخضراء مش بس ما بين العمارات وبعضها، لا كمان في المتنزهات الضخمه زي السنترال بارك او الحديقه المركزيه اللي احنا موجودين فيها النهارده. السنترال بارك متنزه ضخم موجود هنا، موجود فيه مساحات خضراء، موجود فيه مطاعم وكافيهات مشهوره، وكمان موجود فيه عربيات للاكل. المكان مناسب جدا للتنزه، وخاصه كمان لو في اطفال هيلعبوا بعجله او بسكوتر، ايا كان الحاجه اللي هيلعبوا بيها هنا هيقدروا يستمتعوا جدا. المكان اللي احنا موجودين فيه دوت وهو الساوث بارك، وهو من اسمه طبعا حديقه جنوبيه موجوده هنا، موجود فيها الاشجار اللي حضراتكم شايفينها ديت، وموجود فيها طبعا البحيره الصناعيه والشلالات الجميله ديت. المكان هنا كمان في مجموعه من المطاعم والكافيهات المشهوره وسوبر ماركت اولاد رجب.
المكان زي ما حضراتكم شايفين فيه كمان جزء بيتباع فيه ملابس، واجواءه وسط البلد شويه، واسم حدوته مصر.